50% من البيزنسز اللي بتبدا بيبقى امبلوي راح يعمل بيزنس بتقفل، وده عشان سبب واحد، هو الامبلوي ساب البيزنس وراح يعمل بيزنس تاني عشان يبقى بيزنس مان، وهو اكشلي هي از نوت، هي از سيلف امبلويد دلوقتي. يعني بدل هو كان امبلوي عند حد، او بدل ما هو كان موظف عند حد بيشتغل معاه وياخد من الحد ده 1000 جنيه، هو بس بقى بيشتغل عند نفسه. ركز معايا بقى يا برنس، بيعمل شغل اكتر، بيشتغل عدد ساعات اكتر، بيعمل اكتيفيتي ما كانش بيعملها، بقى بيشتغل سيلز ومحاسب وبتاع ماركتنج وبتاع تسويق وبتاع اتش ار، وبيعين وبيرفد وبيغسل الكوبايات وبيمسح مكانه وبيقفل الشركه وبيعين حد وبيطلع ينصب عليه وبيعين حد تاني ويطلع غلط ويروح للكلاينت ويعمل كل الاكتيفيتي دي وبياخد مرتب اقل، فهو كده بقى سيلف امبلويد. هو بقى بيتفاجئ يا عيني في الحته دي، فبيقرر يقفل الشركه. اللي انا عايز اقوله كادفايس، يعني لو نقدر نقول ان دي نصيحه قبل بس ما تاخد الخطوه دي، خليك عارف انك رايح السكه دي، خليك عارف ومتقبل وموافق، وهي دي الضريبه. لو تالنتد وانوفيتد وكل حاجه في الدنيا، والماكسيمم ليفل بتاع الابداع في العالم هو عمه ايلون ماسك. الراجل ده راح جاب بفلوسه حرفيا، انا كنت بقول كده لاصحابي في الشغل، حرفيا راح جاب بفلوسه كلها حرفيا صواريخ طيارها شافها بتفرقع. يعني عارفين المثال المصري بتاع عنده قرش محيره يروح يجيب حيوان وطياره؟ ايلون ماسك عمل كده، كان عنده قرش محيره راح فتح شركه صواريخ وطيارها وفرقعت كلها زي البلالين. فانت لو ما كانش عندك الاجر ده بتاع ان انت بفلوسك كلها تروح تحطها في الحاجه دي، ومش تنفست فلوسك وبس كده كده خسرناها، لا تنفست وقتك بقى ومجهودك وتاخد مرتب اقل، خلاص ما تروحش الخطوه بتاعه البيزنس. ده مش معناه ان هي خطوه وحشه، دي خطوه حلوه جدا، بس هي عايزه رجاله جدا، عايزه ناس شداد جدا، عايزه ناس اقوياء جدا، عايزه مثابره جدا، عايزه تضحيه جدا، عايزه كل حاجه جدا 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 جدا. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.